قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتصلي على النبي. بيبدأ الفيلم مع رقيب برانت، هو بيضرب شوية شباب بمنتهى العنف عشان لهم بيسرقوا عربية واقفة في الشارع. لما بيجي الليل بنشوف شرطية اسمها ساندرا ماشية في الشارع، وفجأة بيطلع عليها مجرم مقنع وبيضربها رصاصة في رقبتها وبيخلص عليها. تاني يوم بيروح برانت يقابل شاب اسمه توني وبياخد منه شوية معلومات عن مواصفات المجرم. ولما بيطلع الصبح بنشوف محقق جديد بيوصل للاسم، وبعد ساعة بيقدموا المفوض للعساكر والضباط وبيعرفهم عليه وبيقول لهم إن ده المحقق جاكي اللي هيحل محل داني لحد ما داني خلص أجازته. في مكان تاني بنروح لصحفي اسمه دون بيستقبل اتصال من المجرم اللي قتل الشرطية ساندرا، فبيفهم الصحفي إنه مش هيقف لحد هنا وهيفضل يقتل في العساكر والشرطة لحد ما يوصل عددهم 8. وقتها بنشوف المجرم وهو متنكر للمرة التانية وبيروح لشرطي قاعد في العربية وبيتعمد يشتمه علشان يستفزه، وبيروح مطلع المسدس من جيبه وبيخلص عليه بنفس الطريقة اللي أنهى بيها حياة ساندرا. من هنا بتبدأ الشرطة تكثف البحث عن المجرم، وبعد التحليل الجنائي بيكتشفوا ان المسدس اللي استخدمه المجرم في الجريمتين متطابق بعيار 9 ملي، فبيقبضوا على تاجر الأسلحة اللي بيبيع النوع ده من المسدسات واللي بيكون اسمه كراس وبيحققوا معاه. وبيقول له برانت انه عايز يعرف اسم كل مجرم اشترى منه النوع ده من حوالي شهرين، بس المشكلة هو انه مش عارف اسم الشخص ده ايه. فبيروح برانت للنادي الرياضي علشان يعرف كل حاجة عن الشخص ده، وهناك مش بيوصل لأي معلومة مفيدة، فبيضطر يرجع البيت يرتاح لحد ما يطلع الصبح. وتاني يوم الصبح بيروح لجاكي وبياخدوه وبيروحوا الاتنين للنادي الرياضي، ومن هنا بيبقوا تيم واحد. بعدها بيروحوا هما الاتنين لبيت الشاب اللي عذب الكلب ورفع الفيديو على اليوتيوب واللي بيكون اسمه باري. وبعد ما بيفتشوا البيت مش بيلاقوا حاجة، لكن برانت بيشبه عليه وبيحس انه شافه قبل كده. بعد تفكير كتير بيقدر يفتكر انه ضربه قبل كده في صالة البلياردو، لكنه مش بيقبض عليه، وبدون نقاش بياخد جاكي وبيخرج. وبعد ما بيخرجوا من عنده بيستعد باري وبيلم شنطته وبيخرج من البيت بسرعة، وشكله بيقول انه ناوي على نية سودة وهينتقم من برانت. أما رادنو فكان واقف قدام البيت وبيراقبه من بعيد، وبيروح باري على طول لبيت داني وبيخبط على الباب وبيقول له إنه عامل الصيانة من شركة الكهرباء. فبيستغرب داني وبيفتح له الباب وهو مش بدي إخوانه علشان يتفاجئ بباري بيرفع عليه المسدس وبيحاول يخلص عليه، لكن داني كان شجاع وقدر يقاومه في الأول، بس في الآخر للأسف قدر ينهي حياته، وفضل نازل على دماغه بالشاكوش لحد ما عجنها خالص يا عيني. وهنا بنكتشف ان باري هو المجرم المتسلسل، والغريب انه بعد ما خلص عليه قعد جنب جثته يتفرج على التلفزيون عادي جدا، وكمان اخد الدش المتين، عمل لنفسه اكل البيت بيته بقى، واخد الدليل اللي هو الشاكوش وبدلة الشرطة بتاع داني مش عارف يعمل بيها ايه، مسح بصماته من المكان ورش بنزين على الجثة وولع في الشقة كلها وخرج بهدوء جدا. بعد ما خرج اتصل على الصحفي دون وقال له على الجريمة وازاي انهى حياته، وكمان طلب منه يلقبه في الخبر بلقب الهجوم الخاطف. اما برانت لما بيعرف بيتصدم جدا لان داني كان صديقه المقرب، وبيروحوا للمعمل الجنائي وهناك بيشوفوا بعض المتعلقات الخاصة بداني، ومن ضمنهم كارت اشتراك نادي رياضي اسمه بيكوك. في الوقت ده كان رادنو لسه مراقب باري وهو الوحيد اللي عارف ان هو القاتل، وفضل ماشي وراه لحد ما شافه دخل الجراج، وقف مستني بعيد لما باري نزل ومشي، وراح بسرعة للعربية ولما فتحها ولقى فيها كل أدلة الجريمة فبيخرج بره وبيتصل على دون وبيقول له انه عارف القاتل الهجوم الخاطف، وكمان عارف مكان كل الأدلة، وهو مستعد يديله كل المعلومات دي بس بشرط يدفع له $50,000 بس. فبيوافق دون لأنه عاوز يركب الترند ويبقى مشهور. وبرانت بيخلي صديقته في الشغل تدخل على الكمبيوتر وتبحث عن كل المعلومات الخاصة بباري وايس، وبيكتشفوا انه كان مشترك في نادي بيكوك هو كمان، لكنه اتطرد منه واتسجن كتير جدا، يعني مسجل خطر من الآخر. وبنروح تاني لرادنو وهو بيقابل دون وبياخده للجراج وبيفتح له شنطة العربية بتاعت باري وبيوري له الأدلة في الأكياس، لكنه مش بيرضى يقول له اسمه غير لما ياخد الفلوس الأول. بس من سوء حظه إن المرة دي باري مش بيشوفهم،
وبيفضل ماشي وراهم ويراقبهم من بعيد. ودون بيدي كيس الفلوس لراتنا، فرده بياخد الكيس وبيدخل الحمام علشان يعدهم، وبيكون مبسوط وفرحان بيهم قوي. بس للأسف فرحته مش بتكمل لأنه بيلاقي باري واقف قدامه، فبيعيط رادنو من كتر الخوف وبيقوله إنه ما قالوش اسمه لسه. فبيقرب منه وبيشده من شعره وبياخده جوه الحمام وبيخلص عليه وبياخد كيس الفلوس وبيهرب بيه من المكان. بعد شوية بتوصل الشرطة وبيقعد برانت وجاكي يحققوا مع دون وبيسألوه اللي حصل، فبيحكي لهم اللي حصل بالتفصيل وبيديلهم مواصفات العربية وبيعرفهم إنها فيها كل الأدلة اللي تثبت الجرائم على المتهم. فبيروحوا يفتحوا شنطة العربية بس للأسف مش بيلاقوا فيها حاجة. في اللحظة دي كان باري بيراقب فولس وهي سهرانة مع كريج لأنها الضحية الجديدة اللي عليها الدور، وشكله كده ناوي يخلص عليها الليلة. في المشهد اللي بعده بياخدها كريج وبيوصلها للبيت، وفي اللحظة دي كان برانت والمساعدة بتاعته لسه قاعدين في المكتب بيدوروا على أي معلومات تخص باري. وبيبحث برانت عن الشرطيين اللي قبضوا على باري ودخلوه للسجن بالترتيب، فبيلاقي إن ساندرا كانت هي أول شرطية تسجله، وبعدها جان، وبعده داني، وبعدهم فولس، وبكده هو بيخلص عليهم بالترتيب. هنا كانت الصدمة لأن حسب الترتيب فولس هي اللي عليها الدور في الليستة بتاعت باري، وبسرعة بيتصل عليها برانت لكنها قبل ما ترد عليه فجأة بيجي باري من وراها وبيحاول يضربها بالشاكوش على دماغها لكنها بتقدر تصد ضربته، وساعتها بيجي جون وبيحاول يحميها ويبعدها عنه، وكانت النتيجة إن المجرم باري كسر له رقبته وبينهي حياته بكل دم بارد وبيهرب. أما فولس فبتقرب من جون وبتفضل تصرخ من حزنها عليه عشان بعد لحظات توصل الشرطة وبتحقق معاها. وبيخرج جاكي وبيطمن برانت على فولس وبيقوله إن الدكتور ادالها مهدئ علشان تعرف تنام، بس قبل ما تنام كل اللي قالته إن المجرم جسمه عريض وأبيض. فبيعرف برانت على طول إن المواصفات دي مواصفات باري. تاني يوم بيقدروا يعرفوا مكانه وبيروحوا للفندق اللي نازل فيه، لكنه بيكون حس بيهم وهم طالعين على السلم وهرب من الشباك بسرعة. فبيخرج برانت وراه بسرعة هو كمان وبيفضل يجري وراه، وبتستمر بينهم مطاردة شيقة ومؤثرة من الآخر لحد ما في الآخر بيدخل باري جوه محطة القطر وبيحاول يستخبى منه بين القطرات علشان فجأة يلاقيه واقف قدامه، وقبل ما يضرب بيكون وصل جاكي ومعاه العساكر وبيبعدوا برانت عنه لأنه لو مسكه هيعدموا العافية. وفي اسم الشرطة بيتكلم باري بكل شماتة وبيبان في عيونه نظرة انتصار، وبيطلب محامي وسندوتش جبنة وبيقول لهم المحامي إن القانون بيقول لو الشرطة ما قدرتش تثبت إدانة المتهم بالأدلة خلال 48 ساعة فيخلى سبيل المتهم. بيفضل برانت يحاول يثبت الإدانة لكنه مش بيعرف، فبيدخل يتحقق معاه بنفسه وبيطلب منه يعترف لأن السجن هنا هيكون أأمن ليه من بره. بنرجع فلاش باك وبيفتكر لما كان داخل صالة البلياردو ولقى باري بيضرب 2 شباب في المكان بدون أي سبب، فغلي الدم في عروقه ومسكه وضربه بمنتهى العنف. ومن ساعتها وباري بقى بيكره رجال الشرطة وبيخلص عليهم انتقاما من اللي عملوا فيه برانت. وفي النهاية بيقولوا برانت إنه كان لازم ينسى اللي عملوا فيه من الأول وما يفكرش ينتقم من حد لأنه كده مش هيرحمه. لما بيجي الليل بيروح شاب للبار اللي سهران فيه كريج وبيقول له إن الشرطية فولس سرقت مخدرات من المخدرات بتاعته، فبيعرف كريج إنها رجعت للإدمان من تاني وبيروح لبرانت وبياخدوه بيروحوا لها هما الاتنين البيت، بيلاقوها واخدة كمية كبيرة من المخدرات، فبيشيلوها هما الاتنين وبيحطوها في البيانو وبيرشوا عليها مية، ولما بتفوق شوية وبيديها برانت حباية مهدئة بتخليها تتحسن أكتر وبيفضل جنبها طول الليل. وفي اسم الشرطة بيخرج باري من السجن، وقبل ما يخرج بيفكروا برانت إن المكان هنا أأمن ليه من بره. وفي نفس اليوم بيروح باري ياخد الشنطة اللي فيها الأدلة من المكان اللي مخبيها فيه وبيغير لبسه وبيلبس بدلة الشرطي داني، وكمان بيروح يحضر العزا بتاعه وبيقف يبص لبرانت بنظرة كلها شر وغل. ساعتها بيجي تليفون لبرانت فبيسيب العزا وبيركب عربيته وبيمشي، وبيفضل باري ماشي وراه من بعيد علشان ما يحسش بيه. وبيدخل برانت الجراج وبيطلع سلم المبنى، فبيدخل باري وبيطلع وراه لحد ما بيوصلوا هما الاتنين لسطح المبنى، ووقتها بينادي عليه باري وهو رافع عليه المسدس وبيقول له إن نهايته النهارده علشان يتصدم لما يلاقي جاكي هو اللي واقف قدامه. فجأة بيظهر برانت وبيضربه علقة موت بالحديدة، فبيقول له باري إنه هينهي حياته وبعدها هيخرج براءة زي كل مرة.
بيرد عليه برانت وبيفكره لما قال له ان السجن جوه هيكون أأمن ليه من بره، وبيقول له كمان انهم حاولوا يثبتوا ادانته ما عرفوش لانه بريء، وبما انه بريء فهو هينهي حياته دلوقتي، والكل هيفهم ان اللي خلص عليه الهجوم الخاطف، وبيروح ضربه طلقة في دماغه ويخلص عليه بنفس الطريقة اللي خلص بيها على الشرطيين وخلص معاها فيلمنا. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصاتنا الجديدة. سلام.